في حلقة بسيطة كده على السخان هنقول لكم على كام سؤال جم وهنجاوب عليهم، عشان خاطر لما بنجاوب الناس في التليفونات الناس بتاخد الكلام ومع السلامة يا قلبي. فاحنا هنقول لكم دلوقتي عليهم عشان احنا قاعدين زهقانين في ميتين الحر ده، وهنشوف الدنيا مع بعض. ماشي. السؤال الأول بيقول، بالصلاة على النبي، يعني السؤال الأول بيقول إيه؟ بيقول لي هو ينفع أنش الحمام من عندي من البلكونة، أنش الحمام من البلكونة في الوقت الحر ده؟ اقول له ما ينفعش، لان الحمام حران زي ما انت حران وبيتعرض اوتوماتيك منه للشمس، فارحمه شويه. ادي حاجه. الحاجه التانية، عايز الفت نظركم ليها قوي، لازم ميه الحمام تكون مياه غير معرضه للشمس. ركز. لو في الشتاء مش فارق معايا، لو في الشتاء مش فارق معايا، لو في الحر مستحيل انك تعرض ميه الحمام في الشمس، لان هي بيبقى يعني بيبقى فيها بكتيريا، بكتيريا بتتحول الميه لميه بكتيريه مع الدفا والعفونه والحوار اللي انتوا فاهمينه ده. وعلى الكاكا، واغسل المسقه من الكاكا اللي منتشر مع الحمام، مع ميه الحمام. نظف الدنيا، عشان الحمام مش مستحمل ان انت تحطه في بيئه غير نظيفه، لان انت هتعاني وهتشتري له دواء بفلوس. طب ما ترحم امه وحطه في مكان نظيف ونضف له وروقه وروق عليه واعزله وخليه زي الفل عشان يبقى معاك تمام. حكم عقلك وانت تعرف تغوى حمام. كفايه الكلفه اللي مولعه ومخليه ال 20 جنيه تطلع النهارده زي الربع جنيه. سلام عليكم.